طاجن قراميط بطريقه سهله جدا وبسيطه. اظن الشكل بيتكلم عن نفسه، وعايزه اقول لكم الريحه بتاعته تحفه. بصوا شكله عامل ازاي. يعني انا هطلع قطعه كده معاكم عشان اوريكم قد ايه هو تحفه تحفه تحفه. بصوا الجمال، بصوا اللحم من جوه عامل ازاي، بصوا قد ايه هو مستوي. بصوا شايفين الجمال، شايفين منظر الطاجن من جوه، شايفين الجمال. لو انت حابه تعرفي انا ازاي عملت طاجن سمك القراميط ده بطريقه سهله جدا وبسيطه، وعايزه تعرفي كل تكاته وحركاته وازاي طريقه تنظيفه من الالف للياء، تعالي معايا وشوفي الفيديو لحد اخره عشان تعرفي قد ايه هو هيطلع معاكي بالجمال دوت وبالتسويه التحفه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا معاكم من قناه بيتي مملكتي. اللي اول مره يشوف قناتي يا تشترك في القناه ويفعل الجرس. عجبك الفيديو ما تنسونيش في احلى لايك وشير لكل اصحابك عشان تقدروا كلكم تستفيدوا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سمكه القرموط بطريقه جميله جدا جدا وسهله. هنخليها زبده زبده زبده، طاجن كده في منتهى الجمال. بيتعمل في ناس كتير قوي ما بتحبوهوش، بس والله بعد ما تجربوا الطريقه ديت بجد بجد هتعجبكم قوي قوي قوي، وطريقه في منتهى الجمال. طريقته سهله قوي بسيطه جدا. لحمه بيبقى جميل جدا، لحمه بيبقى تحفه. انا بحبه جدا جدا، بحب اعمله، وبحب اعمله طاجن كده بيبقى طعمه تحفه تحفه كاكله سي فود، بتبقى جميله قوي. انا ما رضيتش انضفه، انا سبته عشان انضفه معاكم. انا كل بس اللي عملته وانا بشتريه طبعا كان هيبهدلني لما باجي بيه من عند الراجل بتاع السمك لحد البيت، فاضطريت اخلي الراجل بتاع السمك يقطع لي بس رقبته كده، مش قطعه كامله بس عشان خاطر يموت عشان اعرف اجي بيه. هو بيبقى حي وبيفضل حي، وطول ما هو حي اشتريه وانتي مطمنه. خلاص تمام. انا خليت، مش عارفه بوضحلكوا في الفيديو ولا لا، خليت الراجل بتاع السمك بس ايه يقطع لي رقبته عشان خاطر اقدر امشي بيه واوصل بيه لحد البيت. ما رضيتش اخليه يعمل لي فيه اي حاجه. قال لي هقطعه لك، قلت له لا سيبه، انا عايزه اقطعه عشان خاطر اوريكم ازاي طريقه تقطيعه وازاي طريقه تنظيفه من الالف للياء، وازاي هيطلع معاكي احلى طاجن قراميط تحفه جدا جدا جدا. خلاص تمام. بصوا هو قطع لي الرقبه بتاعته. انا هفصل الراس. عموما لو انت عندك هو جايلك حي يعني بتعملي ايه عشان تفصلي الراس؟ شفتوا دي العظمه بتاعه الراس اهي، دي اخرها. بصوا هو طويل، ده 3 كيلو، ده 3 كيلو الا حاجات بسيطه. خلاص القرموط ده 3 كيلو الا حاجات بسيطه. بصوا انا عايزه اوريه لكم في الفيديو قد ايه. هشيله بس من الصينيه. طبعا انا هحطه على الرخامه، وبعد كده همسك الرخامه بتاعتي واصبرها تصبيره محترمه. بصوا شايفينه على الرخامه طوله قد ايه؟ خلاص تمام. يعني هو تقريبا طول ملك بيتي. بصوا ده اساسا كمان بطرخ. بصوا البطروخ طالع منه ازاي، شايفين المنظر؟ شايفين منظر البطروخ؟ هوريكم البطريخ بتاعته دلوقتي كمان عامله ازاي. خلاص هبتدي بس اقطع الرقبه وبالراحه عشان خاطر البطاريخ بتاعتي اللي بره دي ما تتهراش. فطبعا انا كده البطاريخ بتاعتي هتتهرى، فهعمل ايه عشان البطروخ ما يتهراش؟ همسك المقص واجي من عند البطن كده، هروح شقاه كده بس بالراحه برده عشان البطريق بتاعته ما تتهريش. ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا المنظر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بجد بجد ما شاء الله. بالراحه عشان خاطر عشان خاطر بصوا اطلع البطاريخ ما تتهريش مني، لان طبعا هو لما جه قطع لي الراس راح فاتح لي البطروخ. بصوا فتح البطروخ، بصوا البطروخ ما شاء الله عليه. بصوا شايفين البطروخ قد ايه جميل. بس عشان منه اي تكتلات دمويه عشان اتبله طبعا واعمله تتبيله كده ايه. ده كافيار، البطروخ ده كافيار، يعني تقريبا مطلعه السمكيه مطلعه بتاع نص كيلو بطاريخ. هسيبه على جنب بقى دلوقتي وامسك السمكه بتاعتي عشان انضفها اهو كده. هفصل الراس عن الجسم. فصلت الراس عن الجسم. هفتح الراس عشان اطلع النخاشيش اللي فيها اهوت. طبعا انا مش لابسه جوانتي عشان انا بعمل الحاجه لولادي، بحب اعملها لهم بايديا وابقى حاسه بيها وانا بعملها. انت مش بتلبسي جوانتي في بيتك، فانا مش هلبس جوانتي قدامكم. خلاص انت مش بتلبسي جوانتي في بيتك وانت بتعملي حاجه لولادك، انت بتعمليها لهم بحب. خلاص اهو كل ده بيتشيل. ده البطن بتاعته. بصوا هي دي البطن اللي طالعه منه. يعني بصوا لما يبقى 3 كيلو وبطن نضيفه جدا. بصوا البطن في منتهى النظافه، بصوا ولا في اي حاجه بطن.
مش عارفه واضح لكم ولا لا اهو. ده دي التنظيف اللي انا طلعته من البطن كلها. شفتوا قد ايه هو نظيف؟ بصوا من هنا من جوه بالسكينه وجوز السكينه بشيل اي تجمع دموي جوه البطن. البطن بتاعته اصلا زي الفل بجد بجد والله. بصوا زي الفل، انا فتحته قدامكم اهو زي الفل. اكمل بيها بس كده، كمليها تحت المقص عشان تبقى اسهل لانه ما شاء الله عليه كبير. هقطع الحته بتاعت الدين مش عايزاها. اهوت طلعت الديل بتاعه. هبتدي اقلبه كده على ظهره وابتدي اقطع الجزل حسب ما انت الحجم اللي انت حباه، حبه رفيع حبه مليان. انا بحبه وسط ما شاء الله. بصوا انا مقطعه الجزله بتاعته، بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا ده لسه كمان ما اتشطبش وما اتغسلش خلاص اهو. هبتدي بقى اغسله غسله حلوه، اطلع كل التكتلات الدمويه اللي فيه، التكتلات الدمويه اللي جوه كده بجوز سكينه صغننه، فرشه سنان قديمه، فرشه تنظيف سمك اهو. بصوا المهم ما اخليش فيه اي تكتل دموي الجزء دوت اهو. بصوا شايفين منظره في مصفى. حطه جنبي بقى كده في المصفى. التكتل دموي سكينه متسحبه. هي جامده عشان خاطر هو كبير، اللي هو لو اصغر من كده هتبقى اقل من كده. بس انا جبت كل اللي جوه الراس تحت الميه سيستها لحد ما ايه طلعته كله جوه كده. خليته ايه ايدك جواها بتغسلي، بتطلعي اي تكتلات دمويه، بتطلعي اي زفاره، بتخليها فله كده. شلت الشنبات اللي بتبقى موجوده فيه والراس. خطوه التنظيف دلوقتي بقى انا عايزه اجي اغسل البطروخ المحترم ده. شايفين منظر البطروخ عامل ازاي؟ البطروخ المحترم ده لازم يتقدر لان ده حاجه نادره وحاجه حلوه. مصطفى بصي مطلعه من القرموط بطروخ قد ايه؟ بيتعمل كافيار ده؟ لا السوا ده بيبقى تحفه. بتعملي بانيه صح؟ لا هعمله في الطاجن، بينشف بقى في الطاجن بيبقى جميل. لا والله ماشي. اهم حاجه معدته فاضيه. بص انا بصي مطلعه ايه؟ مفيش حاجه خالص. عاوز فلوس بس انا بص المنظر. ماشي الله ينور. الراس بس خليك تحت الراس كده تعمل كده. الله ينور. بقول لك عايز فلوس بس اروح اجيب بس بتاع عشان اعالج في فلوس هنا ايه؟ فين؟ خد كام يعني؟ خد اللي انت عايزه. خدهم كلهم في الشورت ده مصيعوا منك. خد لك 20 جنيه ولا حاجه. انا ما اعرفش الراجل على طب اللي معاك دول 300 جنيه واخد 300 جنيه؟ انت لابس شرطه بابا وما فيهوش جيب اهو. خد 50 جنيه معاك اهو. بقى دلوقتي عشان اغسل بقى البطروخ كان فيه حته زي حته جلده كده ماسكه بين البطروختين، شلتها
خلاص عشان برضو اخليه تحفه. في مصفى بقى صغيره بعمله معامله محترمه قوي، هديله شطفه في قلب المصفى عشان لو في دم او في اي حاجه. خلاص اهو برضو في الطاجن ما شاء الله ما شاء الله يعني يبقى رهيب رهيب. ايه توم، كنت انا عامله معاكم التوم المفروم. خلاص تمام، التوم المفروم اللي بالفلفل زي ما احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده. احط معلقه كبيره من التوم. طيب واحط ايه كمان؟ خلاص احط معلقتين كده من الملح، معلقتين صغيرين خالص يعني، او معلقه صغيره من الملح. احط كمون، رشه كمون محترمه. طبعا السمك احنا عارفين ان هو بيحب الكمون، زي ما بعمل مع السمك بعمل مع البطروخ. خلاص بعمل مع البطروخ بتاعه، بملح ده وبملح ده. خلاص كده. احط ايه تاني؟ احط حبه شطه صغننين قوي، حبه صغننين قوي. لو بتحبي الحاجه سبايسي زودي، بس انا بحط حاجه بسيطه بس. خلاص هحط فلفل اسمر، حبه جنزبيل مش ياما برضو، حاجه بسيطه بس عشان خاطر يبقى عندك بهاره سمك حطي. خلاص حط كزبره ناشفه، كل ده في قلب التتبيله. بهارات سمك حطي، اي نوع بهار انت بتحبيه حطيه. هعمل ايه؟ همسك السمك بتاعي كله ومقلباه في قلب التتبيله، في قلب التتبيله كده. عندك وقت سيبيه قاعد في التتبيله ساعه 2 3 4، حطيه في التلاجة وسيبيه 2 3 4 وهو في قلب تتبيلته. حطي جوه الراس كده التتبيله. خلاص كذلك البطروخ هقلبه كده بقلب التتبيله، بس البطروخ بيتعمل معامله بالراحه شويه عشان خاطر ايه؟ يبقى شويه إيه، هو بيبقى ناعم. خلاص كده هسيبه بقى شويه في التتبيله. عبال ما اسيبه في التتبيله هكون حضرت له تسبيكه قبل يعني بعد القليه. يعني انا دلوقتي هسيبه شويه في التتبيله، بعد كده هنقليه زي السمك العادي في دقيق وزيت. خلاص وعبال بقى ما نتقلى ونعمل كل الكلام دوت نكون التسبيكه بتاعته حطيناها على النار عشان تاخد وتدي مع بعض وتبقى في منتهى الجمال. حله على النار احط فيها يعني ربع كوبايه من الزيت، لان هو بيبقى محتاج زيت ياما. هسيب الزيت لما يقدح كويس جدا، عايزه الزيت يقدح، عايزه البصل اول ما ينزل يعمل كيس التلاجة. ننزل البصل، حاطه بصلتين كبار عشان هو بيحب البصل ياما، وابتدي اشوح البصل. البصله انا دبلتها بس يعني بصي يا دوبك دبلت كميه البصل كانت ياما خليتها قلت. هعمل ايه؟ هنزل عليها بنص قرن فلفل حامي، نص قرن فلفل حامي، معلقه كرفس او كزبره خضراء حسب ما انت عايزه. كل ده هشوحه. ممكن تحطي فلفل اخضر عادي لو انت حابه. خلاص لو بتحبي الحاجه سبايسي قوي بقى زودي في الفلفل الحامي، الطاجن بيبقى حلو وهو حامي. خلاص تمام. حطي ايه كمان معاه؟ حطي ايه كمان معاه عشان يديله ريحه حلوه؟ احط معاه معلقه كبيره توم مفروم، برضه بيدي الطاجن ريحه حلوه قوي. كل ده هديله تشويحه في بعض. حطيت معلقه صغيره كرفس او كزبره خضراء. بتحبي الخضره؟ انا مش بحب الخضره ياما، بس اللي بيحب الخضره ممكن تحطي حزمه كرفس كامله. خلاص برضه تديله نكهه وريحه حلوين قوي. خلاص تمام. حطيتهم بس تشويحه خفيفه كده مع البصله. تمام كده حطيتهم تشويحه. هنزل عليهم بعصير الطماطم اهو. خلاص بعصير الطماطم اهو، وهسيبه بقى يتسبك. هتبله قبل ما اسيبه يتسبك. هتبله قبل ما اسيبه يتسبك.
هتبله ازاي او ايه التتبيله اللي انا هعملها له؟ معلقه من الكمون، معلقتين ملح حسب الرغبه، يعني مش مفيش كميه ملح معينه، سنه صغننه من الشطه، فلفل اسود، كزبره ناشفه، شعره صغننه من الجنزبيل، شعره صغننه. حط الجنزبيل بس عشان الزفاره. خلاص هقلب بقى كل التسبيكه دي مع بعض. انا ما بحطش ملح ياما، كل ده حاجات بسيطه. هحط عليه حبه ملح صغيرين. محمد مش هنا، مصطفى. خلاص شعره صغيره من الجنزبيل، شعره كل دوت اللي هو ايه كده. سيكي من الشطه. شايفين انا بحط كميات بهارات قد ايه؟ عشان انا مش عايزه البهارات تبقى ياما، لان انا حطيت بهارات على تتبيله السمك، حطيت بهارات في الخلطه في التسبيكه. خلاص فلفل اسمر، حبه كزبره ناشفه. خلاص حبه من الكمون. تمام. هعمل ايه بقى؟ هروح ماسكه الدقيق بتاعي ده كله مقلباه في التتبيله كده، مقلباه في قلب التتبيله، وهمسك القطعه بتاعتي واروح مبدراها بالدقيق. مش هحط عليها كميه دقيق كتير عشان مش عايزاها تتحرق في الزيت. انا بحط عليها كده تتبيله دقيق صغننه. خلاص هتبله وفي الزيت وهقليه زي قليه السمك العاديه. خلاص تمام. هقليه بقى وارجع لكم تكون التسبيكه بتاعتي اتسبكت، واوريكم هيكون شكله عامل ازاي. بصوا اتسبكت ازاي، بصوا المنظر. هروح مرقاها بكوبايتين ميه ودوبك تغلي. انا مش عايزه منها اكتر من كده. احط عليها كوبايتين ميه اهو، احط عليها كوبايتين ميه، عايزاها تغلي بس، وطفي عليها. انا بس بشتغل لكم كده عشان الاضاءه كده احسن تبقوا شايفينها اكتر. كوبايتين ميه هرجعها على النار تاني تغلي، وانا بقى السمك بتاعي حطاه على النار بيتقلع اهو. هسيبها بس تغلي وارجع لكم تاني. الطاجن بتاعي اهو. هرص بقى السمك. بصوا انا عطيت السمك قليه اهو، عطيته قليه. هرص بقى كده السمك بتاعي في قلب الطاجن. التسبيكه بتاعتي على النار شغاله. خلاص اهو رصيت السمكه بتاعتي على الموب بتاعي كده. خلاص والبطروخ بتاعي عايزه احطه بس في حته عشان ايه يبقى مظبوط. بصوا البطروخ برضو عطيته قليه. خلاص اهو غلت. خلاص انا عايزاها مغليه، مش عايزاها اكتر من كده. خلاص هروح نازله بيها على الطاجن بتاعي وفي الفرن بقى. وحطي وزع البصله. عايزه اقول لك الريحه تحفه والله يا جماعه، الريحه تحفه بجد، ريحه رهيبه رهيبه رهيبه. ريحه حلوه قوي 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 كده. اوزع بس البصل عشان هو الكب كله في حته واحده. خلاص اهو زي ما انتوا شايفينه كده. هدخله بقى الفرن على درجه حراره 200 من تحت ومن فوق، وهشويه واديله تشويه لحد مثلا هياخد له من يعني تقريبا من نص ساعه على الشوايه شغاله والفرن شغال. وهتطلع بقى مش قادره اوصف لكم طبعا الريحه. اظن الدخانه اللي طالعه عليا دوختني لوحدها من غير ما هدخله الفرن وطلعه من الفرن واوريكم شكله هيكون عامل ازاي. لسه مطلعه الطاجن حالا من الفرن لان طبعا ما بيتاكلش غير سخن. في ناس بتحب تسيبه لتاني يوم وتاكله ساقع، بس انا مطلعاه سخن. بصوا لسه بيغلي الطاجن، لسه سخن فلسه بيغلي. بصوا مش شايفين المنظر عامل ازاي؟ البصل مستوي، القراميط مستويه جدا، حاجه في منتهى الجمال. الشوايه حمرته، ريحته رهيبه رهيبه رهيبه. بصوا لسه عمال يغلي الطاجن، طبعا محتفظ لسه بالسخونيه فعمال يغلي لسه، وهيفضل يغلي كده واحنا بناكل فيه هيغلي.
خلاص. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، يا رب اكون الحاجه اللي بعملها بتكون بتعجبكم وتكون سهله بالنسبه لكم وتكون مفيده ليكم ولولادكم. مش عايزه افكرك لو عجبتك وصفتي ما تنسيش تعملي احلى لايك للفيديو. لو اول مره تشوفيني في قناتي يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. احلى طاجن القراميط تاكلوه، احلى طاجن سي فود بيبقى تحفه، هيعجبكم قوي 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 قوي. يا رب يعجبكم، واللي جرب الوصفه يا ريت يكتب لي في الكومنتات ايه رايك في الوصفه بتاعتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.